السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام عبد الحكيم، وان شاء الله النهارده هنحل مع بعض سابع مسألة من الديلي تشالنج ليت كود. والنهارده هنحتفل مع بعض ان احنا لينا اسبوع كل يوم بنحل مسألة من ليت كود. فعاش بجد لأي حد مكمل معانا من اول السلسلة. ولو انت جديد ودي اول مرة ليك فممكن تبدأ معانا، ما تنساش تعمل لايك كومنت وشير علشان توصلك مسألة كل يوم. طيب مسألة النهاردة بتقول ايه؟ مسألة النهاردة اسمها remove the max number of edges to keep graph fully traversable. فبمجرد ما واحد هيقرا العنوان بس او التايتل بتاع المسألة يحس ان هو نشيد وطني اساسا، ومجرد ما يشوف هارد هيطلع يجري ويقول لك ايه جراف، وانا مش مذاكر جراف، كل الناس بتلعب من جراف. مينلي احنا لينا تقريبا 5 مسائل، اخر 5 مسائل كلهم مينلي كانوا بيتارجتوا الجراف. فان شاء الله النهارده مع بعض هنتعلم تكنيك جديد في الجراف، وهنعرف طريقه جديده ممكن نترافيرس بيها الجراف ان شاء الله. طيب مساله النهارده بتقول ايه؟ مساله النهارده بيقول لك ان هو عنده شخصين، عنده الياس وعنده بوب. وبيقول لك ان هم عندهم undirected جراف في ان نود، وعنده كل واحد منهم يعني الياس عندها يعني طريق معين بتمشي فيه، وبوب عنده طريق معين بيمشي فيه، وفي طريق ثالث النوع تايب 3. دول الاثنين يقدروا يمشوا في الطريق ده. طيب هو عايز منك ايه؟ هو بيديك انبوت التايب واليو والفي، زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان اليو والفي دي معناها ايدج بتروح من اليو للفي والعكس، عشان هو قال لك ان الجراف ده مش دايركتد فبالتالي هو باي دايركشنال. دي نقطه. النقطه الثانيه هو بيديك التايب بتاع الجراف. طيب هو عايزك تريتيرن الماكسيمم نمبر اوف ايدجز يو كان ريموف، يعني هو عاوزك تمسح ايدجز معينه من الجراف such that ان الجراف كل من اليس وبوب يقدروا يمشوا من اي نود لاي نود على الجراف. في حاله ان انت ما عرفتش بتطبع نيجاتيف 1، تقول لي انا تهت منك، اقول لك بص ركز معايا. هو الراجل ده هيديك جراف باختصار، وبيقول لك ان في طرق معينه اي لون يعني في الجراف ده. لو حاجه باللون الاحمر اللي هي تعتبر تايب 1، فده معناه الياس يقدر يمشي فيه. فالياس لو هو موجود في واحد يقدر يروح لثلاثه، ولو هو في ثلاثه يقدر يروح لواحد او يروح لاثنين او يروح لاربعه. فواضح ان الياس بيقدر يتحرك من اي نود لاي نود للجراف. فده بنسميه one connected component، بنسمي الجراف ده one connected component. واحفظ المصطلح ده معايا. تقول لي ماشي. طيب بالنسبه للون الاخضر ده، اللون الاخضر ده معناه ان بوب بيقدر يمشي في الطريق ده. فده معناه ان بوب مثلا بيقدر يتحرك من 3 ل4. طيب هل يقدر يروح اماكن تانية؟ مينلي لو انت شايف الاخضر فهتقول لي لا ما يقدرش يروح اي مكان تاني. بس ما تنساش ان النوع التالت الاتنين يقدروا يمشوا عليه. تقول لي يعني هو لو في 4 ممكن يروح ل3، ومن 3 يروح ل2، و2 يروح ل1. ليه؟ عشان هو مشي على الازرق، او هنا يمشي على الاخضر. اقول لك صح، برافو عليك. طيب هل اليس يقدر يمشي برضو على الازرق؟ اقول لك يس. يعني هو ممكن يكون في 1 ويروح ل2 ويروح ل3 دايركتلي على طول من غير ما يعدي يرجع واحد تاني يرجع 3. اوكي. فتقول لي تمام. فميلي برضو الجراف ده نفس الحاجه والجراف ده نفس الحاجه. طيب الراجل ده عاوز ايه؟ الراجل ده عاوز يشوف ايه اكبر عدد من الايدجز نقدر نمسحها، وبالتالي الجراف ده يفضل كونكتد، وكل من اليس وبوب يقدروا يروحوا من اي نود لاي نود في الجراف. تقول لي ماشي. طب الراجل ده طبعا الاثنين دي بناء على ايه؟ اقول لك سهله. بص هو قال لك ان هو هيعمل ريموف للايدج اللي هي 1 1 2. فين 1 1 2 دي؟ اهي الايدج دي. طيب 1 1 2 دي معناها ايه؟ دي معناها ان الايدج 1 معناها ان هي من الطيب الاولاني اللي هي اكيد لونها احمر، في 3 عندك لونهم احمر. هو اختار الايدج اللي بتكونكت 1 ب2، اللي هي 1 هتكونكت ب2. هل لما انا اشيل الايدج دي اليس هتقدر تتحرك على الجراف كونكت فولي كونكتد؟ فوالله تعالى نشوف. هي لو هي في 1 هتتحرك على الازرق، بقى الاحمر ده مش موجود بالنسبه لك. هتتحرك على الازرق من 1 ل2، ومن 2 ممكن تروح ل4، او من 2 ممكن تروح ل3. ولو هي في 3 تقدر ترجع تاني ل1، او تقدر تروح ل2. بس مش هتقدر تروح كده، بس هتقدر تتحرك كده وتنزل تحت. تقول لي ماشي. طب في نقطة تانية اقدر اشيلها؟ قال لك ممكن تشيل النقطة التانية اللي هي 1 1 3. فين 1 1 3 دي؟ اللي هي الادج دي، اللي هي فين هنا؟ اللي هي دي. طب ولو شلت دي برضو الياس تقدر تتحرك؟ اقول لك تعال نشوف. لو الياس موجودة في 1 وعايزة تروح ل3 تعمل ايه؟ هتروح ل2 بعد كده تروح ل3. تقول لي ماشي. طب لو هي في 1 عايزة تروح ل4؟ والله هتروح من 1 ل2 بالازرق، وهتروح من 2 ل4 بالاحمر. تقول لي طب لو هي في 4 عايزة تروح ل3؟ اقول لك عادي، هتطلع كده وتيجي على الازرق وهتوصل برضه. تقول لي يعني ما اقدرش اشيل حاجة تانية؟ اقول لك مين لي لا. هي دي الاجابه اللي بيدور عليها. يس، هي دي الاجابه اللي بيدور عليها. هنا برضو ده جراف ثاني، بس الاجابه في الحاله دي زيرو، لان لو انت شلت اي ايدج من كل الايدجات اللي معاك غالبا في واحد منهم مش هيقدر يعدي على الجراف كله، فمش هيبقى وان كونكتد كومبوننت. طيب بالنسبه للسامبل الاخير،
فالاجابه نيجاتيف 1. طب نيجاتيف 1 دي جت منين؟ مين نيجاتيف 1 علشان لو انت معاك اليس مثلا موجوده هنا، فهي تقدر تتحرك عشان هي من التايب 1 تقدر تروح ل2، وعشان التايب 3 تقدر تروح من 2 ل3. طب تقدر تروح ل4؟ لا. فبما ان اليس مش عارفه تتحرك من 1 ل4، فده كده الجراف بالنسبه لها بقى 2 كونكتد كومبوننت، 1 2 3 ده كونكتد كومبوننت، والاربعه ده كونكتد كومبوننت تاني. هو شرط عليك شرط، قال لك ان لازم الجراف يكون 1 كونكتد كومبوننت، بمعنى ان اليس تقدر تتحرك من اي نود لاي نود. طيب وبالنسبه لبوب نفس الكلام، بوب مثلا لو موجود في 4 يقدر يروح ل3. طيب بوب لو موجود في 4 يقدر يروح ل1؟ لا، هو اخره 4 هيروح ل3، ومن 3 هيروح ل2، لكن مش هيعرف يطلع ل1 عشان مفيش ايدج من الطيب بتاعه او من الطيب الكومن تقدر تطلع بوب فوق. تقول لي ماشي، انا كده فهمت المساله. طيب ودي نحلها ازاي بقى؟ انا حاسس ان الموضوع كده جراف ديبس بقى وانا مش فاهم حاجه. اقول لك مين لي الجزء ده من المسائل، او النوع ده من المسائل بيتحل بحاجه اسمها دي اس يو داتا ستراكشر. ايه دي اس يو دي؟ حاجه اسمها ديس جوين سيت. طبعا اكيد قبل ما ناخد الديس جوين سيت خلينا كده نبص بصه سريعه، واكيد طبعا هسيب لك المصدر تحت، فيا ريت تبص بصه على المصادر. فعندنا الديس جوين سيت بتقول لك ايه؟ بتقول لك هي دي از داتا ستراكشر، وظيفتها ان هي تساعدك ان انت تعمل كونكتد كومبوننت للجراف. بمعنى احنا المشكله بتاعتنا ان احنا عاوزين نكونكت تو نودز ببعض، ونتشيك هل التو نودز دول بيعرفوا يوصلوا لبعض مينلي ولا لا. بمعنى لو احنا عندنا جراف بالمنظر ده، اوكي، فاحنا الجراف ده هو بغض النظر ان هو دايركتد، بس احنا عندنا في الكيس بتاعتنا لو انا عايز اشوف ان الواحد ده يقدر السبعه توصل له، او الواحد يقدر يوصل للسبعه في الكيس بتاعتنا، عشان الجراف بالنسبه لنا كان اندايركتد. فبنتشيك ده ازاي؟ دايركتلي بكل واحده، كل نود بتشوف مين البيرنت بتاعها، يعني السبعه مين البيرنت بتاعها 5، 5 مين البيرنت بتاعها 3، 3 مين البيرنت بتاعها 2، 2 مين البيرنت بتاعها 1. فمين اللي بما ان السبعه عرفت تتكلم الباص ده كله عشان توصل للواحد، فالواحد يقدر يوصل للسبعه، والسبعه تقدر توصل للواحد. فانا مين لي وانا شغال بعمل حاجه دايركتلي بتقول لي مين اي نود اقدر اتشيك اذا كان هي كونكتد بنود ثانيه ولا لا بسرعه. خلاص. طيب اللي انا عشان اعمل الطريق ده هاخد اوردر قد ايه؟ هاخد اوردر الدبس بتاعي، يعني مينلي هتلاقي ان الطريق ده الباص ده عشان تاخده هتاخد اوردر الدبس. بس انا وانس ان انا مشيت على الطريق ده انا بصلحه. يعني ايه بتصلحه؟ يعني انا بقول له كل نود، يعني انا وانس ان انا عملت تشيكنج على السبعه، فانا السبعه دي هتروح تعمل ايه؟ هتروح تعمل تشيك على الخمسه، والخمسه دي تروح تعمل تشيك على الثلاثه، والثلاثه تروح تشيك على الاثنين، الاثنين دايركتلي كونكتد بالواحد. فهو راجع يقول لك خلاص خلي الثلاثه دي كونكتد بالواحد زي ما هو عمل هنا، وبعد كده خلي الخمسه دي كونكتد بالواحد زي ما هو عمل هنا، وخلي السبعه دي كونكتد بالواحد زي ما هو عمل هنا. تقول لي الراجل ده عمل البتاع ده ازاي؟ اقول لك مين ليه، الموضوع بسيط جدا. هم ثلاثه فانكشن مين اللي بنكتبهم، وهم الثلاثه فانكشن الاساسيين في الموضوع بتاعنا. تقول لي ايه هم؟ احنا بنقول بنستخدم الاري دي از داتا ستراكشر، بتقول لك كل واحد مين البيرنت بتاعه. فاكرين زمان لما كنا بنستخدم الاري از فريكوانسي؟ احنا مين اللي بنستخدمها حاجه اشبه بالفريكوانسي شويه، بس بنسميها بيرنت. زمان كنا بنسميها فيزيت او بنسميها فريك، دلوقتي بنسميها بيرنت. تقول لي بتعمل ايه البيرنت دي؟ بقول ان كل واحد بيرنت على نفسه، يعني كل واحد شايل مسؤوليه نفسه. تقول لي ماشي، انا شايل مسؤوليه نفسي، انا كبيرنت شايل مسؤوليه نفسي والله تمام وزي الفل، انا راجل كفاءه 100 100. اقول لك ماشي. وبعدين احنا مين اللي بيكون عندنا تو ايدجز في الجراف، يعني في المساله بتاعتنا بيكون عندنا تو ايدجز. احنا عايزين نساله سؤال، نقول له هل الواحد كونكتد بالثلاثه ولا لا، وعايزين نعرف الرد سريعا، عايزين نعرف الرد O1 يعني من غير تايم، من غير ما ناخد تايم. الحل البديهي بيقول ان انت هتروح تترافيرس الجراف، هتعمل حاجه زي البي اف اس او دي اف اس، ودي بتاخد اوردر النود نفسها زائد الايدجز، اوكي، اوردر في بلس اي، عشان بس يتشيك اذا كان نود بتكلم نود تانية ولا لا، او بتقدر توصل لنود تانية ولا لا. فحاجه زي الدي سي يو داتا ستراكشر بتسهل عليك البروسيس دي جدا جدا جدا، وبتقدر تجاوبك دايركتلي. فانت جاست هتقول له هل الواحد كونكتد بالثلاثه؟ لو طلع ان الواحد مش كونكتد بالثلاثه انت ممكن تعمل لهم كونكتنج، يعني انت تقدر تكونكت الواحد بالثلاثه مينلي، هي بتساعدك في حاجه زي كده بسرعه. تقول لي ماشي، انا هتخيل معاك ان انت بتديني كود معين بيقدر يختصر لي العمليه بتاعت ان انا بساله سؤال بيرد عليا بسرعه، وان انا اقدر اقول له لو سمحت اعمل كونكت للتو نودز دول مع بعض. طب لو في اكتر من نود بيعمل نفس الحاجه، يعني انت عايز تيجي كونكت الاربعه، عايز تكونكت الاربعه بالثلاثه، وجيت رحت سالته تاني يوم قلت له بص هل الواحد كونكت بالاربعه؟ يقول لك اه. ليه؟ لان هو لما بيجي كونكت
بيجي كونكت بيشوف هو هيكونكت مين بمين، ولما بيتشيك وهو راجع بيصلح الكود بتاعه. يعني بيقول لك ايه، بدل ما الاربعه كونكت بالثلاثه صلح هات الاربعه دي خليها كونكت بالواحد، كده كده مش تفرق معاه خالص. انت مالكش دعوه بشكل الجراف عامل ازاي، انت ليك دعوه ان انت بتساله اسئله هو يرد عليك، هل دول كونكت ببعض ولا لا، هل دول يعرفوا يكلموا بعض ولا لا. عرفوا يكلموا بعض يقول لك خلاص ماشي، حتى لو في وسيط في النص هو بيتلاشى الوسيط ده ويخلي لك الاربعه دايركتلي بيتكلم الواحد او الواحد بيتكلم الاربعه، مش تفرق كتير خلاص. فده مين اللي الداتا ستراكشر اللي احنا عاوزينها. تقول لي طب ودي انا هستخدمها في ايه يعني؟ ماشي انا فهمت ان هو بتعمل حاجتين مين. اول حاجه بتساله ويرد عليك بسرعه، الحاجه الثانيه لو هم مثلا ما كانوش كونكتد بتخليهم كونكتد. دي كده فكره الدي اس يو اوفر اول خلاص من غير تفاصيل. طيب ايه علاقه بقى الدي اس يو بحل المساله دي؟ يعني انا هحلها ازاي برضو؟ اقول لك مين احنا محتاجين نفصص المساله على اكتر من مرحله. تقول لي ايه مراحل تفصيص المساله؟ اقول لك بالراحه كده وانا اقول لك. دلوقتي احنا عندنا مين احسن مكان او احسن باص نقدر نجارانتي ان الاثنين بيقدروا يمشوا عليه؟ من التايب 3 صح كده؟ تقول لي ماشي صح. اقول لك ايه رايك ان احنا نستخدم الكود اللي انا بقول لك عليه ده اللي اسمه دي اس يو ده في ان هو يساعدنا في حاجه زي كده؟ تقول لي هيساعدنا ازاي يعني؟ اقول لك بص، احنا معانا جراف بالمنظر ده. تقول لي ماشي. طيب الجراف اللي منظره غريب ده، لو احنا قلنا ان انا هاخد كل الايدجات اللي التايب بتاعها 3، يعني هعدي عليهم ايدج ايدج، يعني انا هعدي على الفيكتور اللي الراجل ده مديهوني واساله هل انت يا عم الحاج من تايب 3؟ هيقول لك اه. طب وبعدين ما تيجي نكونكتهم ببعض، بس الاول تساله لو هم مش كونكتد ببعض اعمل لهم كونكت خلاص. فاحنا مينلي تعالى نقول دلوقتي عشان تسهيلا للموضوع، تعالى نقول ان احنا هنمشي على كل الحاجات اللي بالازرق ونكونكتهم ببعض خلاص. يعني هنشوف هل الواحد بيكلم الاثنين، لو الواحد مش بيكلم الاثنين تعالى نخليهم يكلموا بعض. طيب هل الواحد بيكلم الثلاثه؟ لو الواحد ما كانش بيكلم الثلاثه هنخليهم مينلي يكلموا بعض خلاص. نفضل نعمل العمليه دي لامتى؟ لحد امتى يا كوتش؟ لحد ما نعدي على الايدجات كلها. كل ايدج نعدي عليها نقول له هل انت من التايب 3؟ يقول لك اه. طب لو احنا عاوزين الياس مثلا عايز يروح من 1 ل3، هل ينفع نقول له مثلا هل الياس بيقدر يروح ل3؟ لو ما ينفعش نروح نكونكت؟ اقول لك اه. تقول لي ازاي بقى الحركه دي؟ اقول لك ما احنا تعالى نستخدم دي اس يو ده مرتين، مره لالياس ومره لباب. طب وبعدين؟ اقول لك بص، احنا تعالى هنعمل نفس اللي احنا بنقول عليه ده دلوقتي. احنا هنعدي على كل الايدجز ونتشيك هل هي من رقم 3؟ تقول لي يس. طيب حلو خالص، نشوف نفسنا هنحتاجها ولا مش هنحتاجها. طب انا اشوف نفسي هحتاجها ولا مش هحتاجها ازاي؟ اساله سؤالين. السؤال الاول قول له اليس مثلا دلوقتي يقول لك ان الايدج من رقم 3 دي بتكونكت مثلا فور اكزامبل اهي بتكونكت 1 ب 2. ادي اول ايدج معاك، فادي الايدج اللي كونكت 1 ب 2 اهي تمام. فالايدج اللي كونكت واحد اسف باتنين اهي اللي بالازرق دي. طيب فالايدج اللي بتكونكت 1 ب 2 دي تساله هل الياس بيقدر يروح من 1 ل 2؟ والله مين اللي في اول مره بالنسبه لنا لا، الياس ما بيقدرش يتحرك من 1 ل 2، لان اصلا دي كونكت كومبوننت لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها. لان انا لسه قايل لك ان اول شرط في الدي سي يو هو بيقول لك ان بيعاملهم كلهم كانهم ان كونكتد كومبوننت. عندك ان نود فيبقى عندك ان كونكتد كومبوننت منفصلين سيبريت ما لهمش دعوه ببعض خلاص. فاحنا مين بنعمل حاجه زي ان احنا بنحاول نجمع خلاص، نعمل زي سباننج تري ان احنا بنحاول نكونكت الاجزاء بتاعتها مع بعض. طيب فهنعمل ايه بقى يا كوتش؟ يعني هنساله سؤال نقول الياس بيقدر يروح من 1 ل 2 بالفايند بتاعتنا اللي انا لسه قايلها لك في الدي اس يو. هيقول لك والله لا، خلاص كونكته. طيب تعالى نساله سؤال كمان مره نقول له طب هل بوب بيقدر يروح من 1 ل 2؟ هيقول لك اه. ليه؟ طب ليه هيقول لك ايوه في الحاله دي؟ لان خلاص انت كده كده لما جيت تكونكت الايدج نفسها بتاعه الياس مين اللي الايدج بتاعه بوب اتصلحت يعني بقت كونكتد، فانت عملت الاثنين مع بعض عشان الايدج دي من تايب 3. تقول لي طب ما تعالى نساله كمان مره ناخد الايدج دي 2 مع 3. الايدج دي هل 2 بتقدر تروح ل3؟ والله في اول مره هيقول لك الياس ما يقدرش. لو انت سالته على الياس هيقول لك ما يقدرش. طب خلاص كونكت يا عم. ماشي. طيب تعالى نشوف ايدج زي دي مثلا 1 مع 3 بس هي من نوع واحد. ادي 1 مع 3 من نوع واحد. نسال السؤال هل الياس بيقدر يتحرك من 1 ل3؟ هيقول لك ايوه. فبالتالي انت مش محتاج تكونكت. هل الياس بيتحرك من 1 ل3؟ في الحاله دي هيقول لك ايوه، فانت مش محتاج تكونكت دي ودي خلاص. ومين ليه الطيب واحد ده؟ الياس بس اللي بيتحرك عليه. تقول لي اه. طب نسال سؤال كمان مره اللي بعده. دلوقتي طيب واحد اهو و2 4. هل الياس بيعرف يتحرك من 2 ل4؟ والله لا، انا الياس بالنسبه لي بيعرف يتحرك من 1 ل2 ومن 2 ل3 لحد دلوقتي.
فدلوقتي هتشيك على 2 4، هلاقي ان الياس محتاج الايدج دي، خلاص كونكت. طالما الياس احتاجها خليه كونكت دلوقتي. تقول لي ماشي. طيب معانا 1 و2 دلوقتي، هل الياس بيقدر يتحرك من 1 ل2؟ هتقول لي اه، الياس بالنسبه لنا بيقدر يتحرك من 1 ل2 والدنيا معاه بالنسبه له زي الفل، خلاص، عشان الايدج الزرقاء دي هو بيستعملها، خلاص. طيب اخر ايدج بقى 3 ل 4 اهي، بس دي ليها علاقه بمين؟ ليها علاقه ببوب. فانت هتساله سؤال برضه، هتقول له هل بوب بيعرف يتحرك من 3 ل 4؟ هيقول لك والله بوب ما يقدرش يتحرك من 3 ل 4 عشان هو اصلا اخره يتحرك من 1 ل 2 و2 ل 3 زيه زي الياس. عشان بوب يتحرك من 3 ل 4 فهو هيحتاج الايه؟ الايدج دي. فمين في كل مره واحنا شغالين احنا بنعمل حاجتين، احنا بنشوف مين اللي عاوز الايدج. لو احنا ماشيين في تايب 3 بنسال الاثنين هل الاثنين مخلصين البروسيس بتاعتهم، يعني الاثنين لو انا جيت حاولت اعمل جوين، حاولت اعمل البروسيس بتاعت الجوين، سالوني قالوا لي والله احنا الاثنين لينا نفس البيرنت، يعني احنا الاثنين كونكتد، ففي الحاله دي مش بكونكت اصلا. طيب لو في واحد منهم محتاج الكونكشن او محتاج الايدج، فبروح ضيف الايدج دي واجمعها معايا في الكاونت. تقول لي ماشي. طيب بعد ما بخلص البروسيس بتاعت الثلاثه بمشي عليهم كلهم، بقول لهم اي حد محتاج ايدج ما يقدرش يوصل لها يا ريت يبلغني ادي له الايدج بتاعته، سواء ان هو النوع 1 لالياس او النوع 2 لبوب. تقول لي ماشي. طيب وبعدين بقى بتتشيك ازاي ان كلهم بيقدروا يروحوا لنفس النود؟ هل انت بتعمل ترافيرس على الجراف ده؟ اقول لك لا مش محتاج. هو اصلا مين اللي احنا ممكن، طالما الراجل ده بيفصلهم بيعتبر ان هم ان كونكتد كومبوننت، خلاص احنا هنقول ان احنا معانا ان نود، وكل مره بنعمل جوين لتو نودز مع بعض ماينس الكاونتر بتاع الايه؟ الكومبوننت. تقول لي يعني ايه؟ يعني اقول لك في الاول خالص احنا هنقول ان احنا معانا 4 كومبوننت منفصلين سيبل. تقول لي ماشي. وبعدين انا كونكت دلوقتي واحد باثنين، فدلوقتي بقى معايا كام كومبوننت؟ بقى معايا الواحد كونكتد بالاثنين دول كده كومبوننت واحد، وثلاثه لوحدها واربعه لوحدها، كده معايا 3 كونكتد كومبوننت، فبقى ماينس الكاونتر. طب انا عملت كونكت واحد مع اثنين واثنين مع ثلاثه، هماينس برضو الكاونتر، بقى معايا 2 كونكتد كومبوننت. مين هم يا كوتش؟ اقول لك واحد باثنين واثنين بثلاثه، دول كده كونكتد كومبوننت واحد، واللي بعده الاربعه، خلاص. ولو بعد كده رحت جيت بالنسبه للحاله بتاعت الياس، رحت كونكت الواحد بالاثنين والاثنين بالاربعه والاثنين بقت بالثلاثه، فالياس في الحاله دي الكاونتر بتاعه بقى واحد. فوانس ان الكاونتر بتاعه بقى واحد، ده معناه ان الياس يقدر يروح من اي نود لاي نود. واصلا احنا متفقين ان دي بالنسبه لنا عباره عن undirected graph، يعني انت مش مهتم بمين رايح فين، انت ليك دعوه ان في ايدج خلاص بتكونكت او زي بريدج كده ما بين النود للتاني. تقول لي ماشي انا كده ايه يعني؟ مين اللي جمعت كل اللي انت عايز تقوله؟ طب الكلام المكلكع ده ازاي اصلا هنعمله مره الالياس ومره البوب؟ اقول لك سهله جدا. احنا بدل ما كنا هنستخدم الكود ده ميلي عادي كده، هناخده نحطه جوه كلاس او هنحطه جوه ستراكت علشان نستخدمه مرتين، مره نستخدمه مع الياس ومره كمان نستخدمه مع بوب، خلاص. فميلي احنا بس محتاجين نراقب الكود ده جوه داتا ستراكشر عشان ما نكررش نفسنا. يعني مبدا الدراي بيقول لك ايه؟ دونت ريبيت يور سيلف. انا مش هكرر نفسي، انا هاخد الكلام ده كله هحطه جوه كلاس او احطه جوه ستراكت، واستخدم الاستراكت ده علشان اقدر استخدمه مرتين، مره استخدمه في الحاله بتاعت الياس ومره استخدمه في الحاله بتاعت بوب. تقول لي ماشي. طيب انا كده اقتنعت. هنعمل ايه بقى يا كوتش؟ اقول لك باختصار احنا هنعمل ستراكت، هنيجي هنا ونعمل ستراكت ونسميه يونيون. طب ليه هنسميه يونيون يا كوتش؟ اقول لك هنسميه يونيون علشان يونيون بيعرفك ان هو ده دي سيو از داتا ستراكشر، بس انت عايز تسميه اي حاجه سميه اللي انت عاوزه. طيب هو الراجل ده في الكود كان بيعمل ايه عشان نبقى فاهمين؟ والله الراجل ده كان بيأكسس اري اسمها بيرنت، خلاص، ويخلي كل فاليو بنفسها، كل واحده بنفسها، تمام. هنعمل نفس الاري بس ممكن نستخدمها از ايه؟ از فيكتور في الحاله بتاعتنا، ونقول ان هي ليها في. طب السايز بتاعها كام؟ احنا مينلي المفروض ان احنا عندنا ان نود. طب الان نود دول مترقمين من كام لكام؟ لو جينا نزلنا تحت كده هتلاقي ان الراجل ده بيديك ان نود لحد 10 اس 5، خلاص. يعني عدد النودز بالنسبه لك 10 اس 5 نود، وهم مترقمين من 1 لان. فبالتالي بما ان الايدجز مترقمه من 1 لان، فانت محتاج بالنسبه لك يكون عندك الفي دي فيها ان بلس 1 مكان، ان بلس 1 اندكس، خلاص. بس مين اللي احنا ممكن نسميها بيرنت برضو عشان يبقى ايه الموضوع بالنسبه لنا فاهمين الفي دي بالنسبه لنا ايه، خلاص. تقول لي ماشي. طب هنحتاج حاجه تاني؟ اقول لك هنحتاج كمان فاليو بتدل على عدد الكومبوننت اللي انا لسه قايل لك عليها عشان نجمع فيها. تقول لي خلاص ماشي، يعني انت عايز كمان تعمل لي حاجه زي كومبوننت كده؟ اقول لك اه، بس خليها ايه؟ خليها بابليك، خلاص، لان اي حاجه بتعرفها جوه الاستراكت بتبقى برايفت من نفسها. فاحنا هنخلي ايه اللي جاي ده كله بابليك، هنخلي حاجه اسمها كومبوننت، والكومبوننت دي هنديها سايز. طيب تقول لي الكونستراكتور بقى بتاع اليونيون دي هيبقى عامل ازاي؟ والله مين الكونستراكتور في الحاله بتاعتك ان انت هتنادي يونيون،
وتقول له ان انت بتاخد ايه، بتاخد انتجر ان. طيب وبعد ما بياخد انتجر ان خلي الكومبوننت بتاعتك بان، يبقى انت معاك مينلي ان كومبوننت خلاص. ومعاك البيرنت ده هنخليه كله، كل واحد بيساوي الفاليو بتاعته، يعني هنعمل لوب عليه ونخلي كل فاليو بتساوي ان هو بيرنت نفسه. كل نوت تقول ان انا بيرنت نفسي، انا مسؤول عن نفسي وبس. طيب خلينا بس الاول نقول ان البيرنت ده بيساوي فيكتور من نوع انتجر والسايز بتاعه مينلي ان. لو انت مش عاجبك ده ممكن عادي تستخدم اري والدنيا ايه هتبقى زي الفل. تمام. طيب دلوقتي معانا ايه بيرنت، هل نخليها ان؟ لا هنخليها ان بلس 1. طب ليه ان بلس 1 يا كوتش؟ علشان انا قلت لك ان هنا الراجل ده بيديك ايه النود ابتداء من بيز 1 لحد اصغر منها يساوي الان، فاحنا محتاجين ان بلس 1 مكان. طب وبعدين هنعمل فور لوب بتخلي كل واحد البيرنت نفسه. مش الراجل ده في الفانكشن بيعمل حاجه اسمها ميك سيت؟ ميك سيت دي كان مينلي فانكشن بيخلي كل فاليو انا كنود اكس او كنود 0 البيرنت بتاعي نفسي، كنود 1 البيرنت بتاعي نفسي، كنود 2 البيرنت بتاعي نفسي. يعني مين اللي عايز يقول لك انه في الجراف مفيش حاجه كونكتد بحاجه، كله بقى ايه، كله حر طليق. تقول لي ماشي. طيب دي هنعملها ازاي؟ فور لوب بتلف من 0 لحد الان وكل واحد بيرنت نفسه. او اقول لك انا بقى حركه اصيع، ممكن تعمل ايه، في فانكشن جاهزه اسمها ايوتا. ايوتا مش هيوتا. ايوتا دي بتعمل ايه؟ ايوتا دي بتقول لك ايه، انت اديني بس البدايه اللي انت عايز تبدا من عندها، فتدي له بيرنت دوت بيجن، وهتدي له النهايه اللي هو بيرنت دوت اند. انت عايز تلف على البيرنت كله، واديني انت عاوز تبدا اول مكان بكام، وهو بيفضل يزيد. فاقول له انا عايزك تبدا ايه، اول مكان بزيرو، لان اول مكان لينا بالنسبه لنا هو اندكس زيرو ذات نفسه. فايوتا دي بتعمل ايه، كانك عملت فور لوب انتجر اي ايكوال 0، اي اصغر من او يساوي ان في الحاله بتاعتنا اي بلس بلس، خلي البيرنت اوف الاي بتساوي اي، كانك عملت دي بالظبط بس جوه فور لوب. فايوتا هتختصر عليك الحوار ده، فديك طلعت بايه كمان فانكشن جديده. تقول لي ماشي. طب وبعدين مين اللي هنكتب نفس الكود اللي الراجل ده عمله، بس خلينا واحنا بنكتبه نشرحه شويه. طيب هو بيعمل انتجر فانكشن اسمها فاين، بتقول له ايه، بتقول له ان انت معاك نود اسمها يو. قلت لك طالما هنكتب كود ريكيرسيفلي بيريكيرس على نفسه، عندنا حاجتين. الحاجه الاولى هي البيس كيس. الراجل ده بيعمل فايند لمين؟ الراجل ده بيعمل فايند للبيرنت. يعني احنا لما بنيجي نقول له لو سمحت انا عاوز اعرف مين البيرنت بتاع النود بتاعتي، يعني انا اديت له الاربعه، قلت له مين البيرنت بتاعت الاربعه، هيقول لك والله البيرنت بتاعت الاربعه الثلاثه. تقول له ماشي. طب مين البيرنت بتاع الثلاثه؟ البيرنت بتاع الثلاثه 2. طب مين البيرنت بتاع الاثنين؟ والله البيرنت بتاع الاثنين 1. خلاص. طب مين البيرنت بتاع الواحد؟ البيرنت بتاع واحد نفسه. هنا بقى يعرف اول ما تيجي تساله ان لما تلاقي نود البيرنت بتاعها نفسها، يبقى احنا كده خلصنا، انا كده جبت لك الروت. فالفايند دي بالنسبه لنا بتجيب لك الروت اللي انت عايز توصل له من الصبح. تقول لي طيب يبقى انت كبيس كيس هتقول له اف ان انت رحت قلت له ان اليو كان بيساوي ايكوال البيرنت بتاع اليو. تقول لي ايه ده بقى، ما انا لسه قايل لك احنا سالنا على الاربعه البيرنت بتاعه مين، قال لك 3 البيرنت بتاعه مين، قال لك 2 البيرنت بتاعه مين، 1 البيرنت بتاعه مين، قال لك 1 برضه، عشان هو اصلا كده كنا عاملينه كله بايه، بايوتا، فكله كان كل واحد البيرنت بتاعه نفسه. فدلوقتي بالنسبه لي ان اليو ايكوال البيرنت بتاع اليو، فكده انا وصلت دي البيس كيس بتاعتي. عايز تريترن مين بقى، قول له لو سمحت ريترن لي البيرنت، يعني رجع لي اليو ذات نفسه. طب ماشي يا كوتش، انا لحد هنا ماشي معاك وخلاص فهمت الحته دي، ان هو ايه بيفضل يمشي على الجراف. تخيل ان هو جراف، هو مش جراف بالنسبه لنا، بس هو بيستخدم الداتا ستراكشر الاري البسيطه دي جدا عشان ياكواير التكنيك ده. خلاص. وهي يعني تكنيك لو انت اتقنته حرفيا ممكن تحل مسائل كتير جدا باستخدام التكنيك ده بالجراف، خصوصا حاجه ريليتد بالمينيمم سباننج تري. اوكي. تقول لي ماشي. طيب انا فهمت ده. طب بعدين هو بيعمل ايه بقى في كل مره؟ والله غير كده انا عايز اقول له لو سمحت روح دور على البيرنت بتاعك. يعني اليو ده مش كان ليه بيرنت في البيرنت وفي اليو، انا عايز اقول له روح هات البيرنت بتاع البيرنت. طب اقول له البيرنت بتاع البيرنت دي انا اعملها له ازاي؟ اقول له عادي، اقول له فايند دي مش بتجيب بيرنت، تقول له بس انت مش عايز بيرنت اليو، خلاص انت عاوز البيرنت بتاع اليو. طب البيرنت بتاع اليو ده اجيبه منين؟ من البيرنت. تقول لي انا دماغي لفت اصلا، انا مش فاهم يعني انا كده بعمل ايه وفين الريتيرن اصلا، يعني انا مش فاهم لسه. اقول لك بص، احنا دي البيس كيس بالنسبه لنا، فاهمها؟ هتقول لي هو بيفضل يلف لحد ما يلاقي ان اليو بيساوي بيرنت اليو. طب يا عم اليو ما بيساويش بيرنت اليو، يعني مين لي كده اليو دي لو فيها 5 وقال لك ان البيرنت بتاعها 4، فبيروح يشوف ايه، بيشوف مين البيرنت بتاع الاربعه اهو كده. بقول له ايه، طب انت خلاص دي نوت 5 و5 ما كانتش بتساوي الاربعه خلاص. فبيعمل ايه، يقول له طب خلاص مين البيرنت بتاع الخمسه، راح للاندكس 5 هنا لقى فيها 4، قول له روح هات اندكس 4 قال لك البيرنت بتاعي 3 قال لك البيرنت بتاعي 2 قال لك البيرنت بتاعي 1 جيت سالته قال لك والله انا البيرنت بتاعي نفسي، ريتيرن نفسك. طب وبعدين يا كوتش،
ريتيرن البيرنت اللي انت بتدور عليه ده. بس وانت راجع عشان نعمل التكنيك اللي الراجل ده بيعمله هنا، ان انت بدل ما انت كنت في دبس 7 وفضلت تطلع 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 لحد ما وصلت للواحد، طب ما خلاص وانت راجع في الريكيرجن نفسه ابديت نفسك. يعني ايه ابديت نفسي؟ يعني صلح البيرنت. يعني ايه اصلح البيرنت؟ يعني وانت راجع كده في السكه انت خلاص حطيت السبعه في الواحد، ما تسيبش الخمسه البيرنت بتاعها 3. امال اعمل ايه؟ هات الخمسه خلي البيرنت بتاعها 1، والثلاثه خلي البيرنت بتاعها 1، والاثنين كده كده البيرنت بتاعها 1. خلاص. فنعمل حركه زي دي ازاي بقى يا كوتش؟ يعني حركه زي دي نعملها ازاي؟ اقول له ميلي وانت بتجيب البيرنت تصلحه. يعني ايه وانت بتجيب البيرنت تصلحه؟ يعني خلي البيرنت بتاعه اليو بتساوي فايند بيرنت اليو. تقول لي ايه ده؟ بيرنت بتاع اليو بتساوي فايند بيرنت اليو، وده كود هيشتغل؟ اقول لك اه والله ده كود هيشتغل وزي الفل ما فيش اي مشكله. يعني هو بيروح يريكيرس على نفسه عادي جدا، يخلص كل الريكيرجن بتاعه، وهو راجع بيحسب حساباته بيصلحهم. يقول له بص اليو ده البيرنت بتاعه كان اصلا في الاساس كان مثلا بالنسبه لك 4، كان البيرنت بتاعها 3، وانا لما طلعت وصلت للواحد خلاص هات الاربعه دي خليها البيرنت بتاعها 1. طب بتقول لي حركه زي كده هتفيدنا في ايه؟ اقول لك حركه زي كده لو انت معاك جراف طوله مثلا ان نود 10 اس 5 نود، فانت عندي ترافيرس مره واحده بس صلحته كله. لو جيت تتشيك المره الثانيه مش همشي نفس الدبس، امال هعمل ايه؟ جاست هتسال سؤال واحد هيطلع لك بالاجابه. خلاص. فمين حركه زي دي لو نسيتها هتلاقي ان الكود داخل معاك بياخد تايم كبير جدا وانت مش واخد بالك. فمين لازم تاخد بالك من ايه؟ بيرنت اليو بيساوي فايند بيرنت اليو. طب وبعدين يا كوتش هريتيرن مين؟ هريتيرن البيرنت نفسه. يعني ممكن تكتب هنا ريتيرن البيرنت بتاع اليو، هو ده اللي احنا ايه عاوزين اصلا ندور عليه، او ممكن تحطها هنا عادي مفيش مشكله. يعني هو بيعمل ايه هنا؟ والله هو هنا بيروح يحسب الفايند يطلع له فاليو يحطها هنا، ومين اللي بيريتيرن الفاليو دي اللي هي حصل لها ابديت من الفايند. اوكي. تقول لي ماشي، يعني تكنيك ظريف لذيذ. طيب هنعمل ايه بقى الحاجه الثانيه اللي الراجل ده بيعملها؟ فانكشن اسمها جوين. فين ده؟ اهو الراجل ده كان بيعمل فانكشن اسمها يونيون او جوين، هدفها ان هي تاخد 2 نود وتجيب البيرنت بتاعهم. هات البيرنت يا عم بتاعك وانت هات البيرنت بتاعك، وبعدين لو البيرنت بتاع ده مش بيساوي البيرنت بتاع ده خلي واحد بيرنت التاني. تقول لي ده بيعمل ايه؟ مش انا قلت لك ان احنا عاوزين نتشيك واحده مره هنعملها الاليس ومره واحده هنعملها البوب عشان نتشيك مين بيرنت مين؟ تقول لي يعني احنا دلوقتي هنعمل فانكشن اسمها جوين، او هو الراجل اللي كان مسميها يونيون سيت نسميه. اقول لك لا خليها جوين وخليها كمان بتريتيرن بوليان. هقول لك ليه بوليان كمان شويه، او انتجر مش تفرق كتير، وخليها جوين. طيب سميناها جوين، هنعمل ايه بقى بجوين دي؟ هقول لك والله اديها يو واديها في، وبعدين اعمل زي ما قال لك خلي اليو بتساوي فايند البيرنت بتاع اليو، والبي بتساوي والفي بتساوي فايند الفيرنت بتاع الفي. تقول لي انا مش فاهم، طب ايه الحركه دي؟ يعني ليه بالنادي ده وادي له نفس الفاليو؟ اقول له بص عشان انت لو اديت لي نود مثلا 4 و4 دي ما كانتش الروت بتاعه الجراف، فانا عايز الروت نفسه. الروت ده هو اللي عامل له ابديت. يعني مثلا حاجه زي كده لو انت معاك نفس الجراف ده وانا قلت لك ان احنا ماشيين كده اندبس وصلنا لحد السبعه، تمام، واحنا هنابديت فعليا السبعه دي، هنخلي السبعه دي ليها بيرنت جديد مثلا نفرض 5. احنا قررنا ان احنا نعمل ايدج مثلا ما بين السبعه ونود رقم 100 هنا، تمام. تقول لي ماشي، فانا مينلي مش عايز ابديت السبعه، انا عاوز ابديت كل دول اخلي البيرنت بتاعهم 1، وبعد ما اوصل للواحد ان شاء الله اقول للواحد ده يا واحد انت البيرنت بتاعك ايه؟ نود رقم 20 اللي قاعده هنا. واخدين بالكم من الحركه دي؟ يعني حركه زي كده برضو بتقلل معانا الكوست اللي احنا محتاجينها ملي عشان نكونكت ايدج بالتانيه. احنا ملي مش بنعمل ايدج، يعني انت لو جيت تخيلت في الجراف احنا مش بنعمل ايدج ولا حاجه، بس احنا بنسيميوليت اللي بيحصل. اوكي، بنسيميوليته في ايه؟ بنسيميوليته في جراف. خلاص، ملي في بيرنت عموما. اوكي. تقول لي ماشي، يعني كده انت عاوز تجيب البيرنت بتاع ده والبيرنت بتاع ده عشان لما تيجي تعمل ابديت ما تعملش ابديت على فاليو زي السبعه دي وتسيب كل الجراف ده. لا، ده انا عاوز امسك الجراف ده من الروت، هاته من راسه، هاته من قفاه كده وروح كونكته في مين؟ في النود اللي انت عاوزها الجديد، عشان لما تيجي تكرر نفس التكنيك كمان مره تلاقي الجراف بالنسبه لك سهل، تعرف تترافيرس، تعرف تجيب الانسر من الفايند او من الجوين. تقول لي طيب ماشي، وبعدين اتشيك، اعمل تشيكنج كده، قول له والله لو انت اليو كان ايكوال البي ارجع، خلاص مش عايزينك، ريتيرن فولس او ريتيرن زيرو، خلاص مش عايزين منك حاجه يا عم، انت خلاص احنا كده ايه بالنسبه لنا زي الفل، هما كده كده كونكتد ببعض. تقول لي طب هل دي مفيده؟ اقول لك يعني انت مثلا عايز تساله هل السبعه بتعرف تروح للثمانيه ولا لا؟ تخيل ان ده دايركتد جراف، ده ان دايركتد، بس هو ده بالنسبه لك كده ايه في ايدج، تلاشى السهم ده. هل السبعه بتقدر تروح للثمانيه؟
والله اه. ليه؟ 7 تروح ل5، 5 تروح ل3، 3 تروح ل6، 6 تروح ل8. ادي دول كونكتد ببعض، صح؟ طيب لو انت سالته على السبعه والثمانيه مين لي، لا هم بالنسبه لهم مش شايفين بعض. بس انا لما اقول له هات الثمانيه، هات البيرنت بتاعها، يفضل يطلع 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 لحد ما يوصل للثلاثه، وده يفضل يطلع يطلع لحد ما يوصل للثلاثه. هو مين لي في الكود بتاعنا هيكمل لحد الواحد لحد ما يوصل للسقف ويصلح الكود. فدلوقتي لو انا جيت سالتك علاقه السبعه بالثمانيه، اه والله علاقه السبعه بالثمانيه يقدروا يوصلوا لبعض مين لي عن طريق مين؟ عن طريق الواحد بالنسبه لنا. خلاص. فحركه زي كده احنا مين اللي بنستخدمها عشان نشوف لو انا عاوز نود توصل لنود تانية، ما بسألوش عن نود، انا هقول له هات البيرنت. انت يا عم اطلع للبيرنت بتاعك ده يفضل يطلع 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 لحد الواحد، وانت يا عم هات البيرنت بتاعك ده يفضل يطلع 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 لحد الواحد. هل البيرنت بيساوي البيرنت؟ اول ما الاقي البيرنت بيساوي البيرنت يبقى دول بيعرفوا يكلموا بعض. طب في حاله ان هم ما يعرفوش يكلموا بعض، خليهم يكلموا بعض. مش احنا قلنا ان البيرنت دي هي المسؤوله عن الموضوع ده؟ خلاص قول له اي واحد بيرنت التاني، يعني خلي البيرنت بتاع اليو هو الفي او العكس، مش تفرق كتير، واحد بيبقى بيرنت التاني وخلاص. تقول لي اه ماشي. طيب في الحاله دي بعد كده هنعمل ايه؟ ريتيرن ترو، ان ده والله كده ايه بروسيس حصلت، او ريتيرن 1 ان دي كده ايه بروسيس دان. ريتيرن 1 ان انت نجحت ان انت تعمل جوين. ريتيرن 0 يبقى انت ايه ما نجحتش ان انت تعمل جوين. تقول لي طيب في حاجه كمان احنا ناسيينها، كومبوننت ده بنعمل بيه ايه؟ اقول لك مينلي كومبوننت ده بيشتغل امتى؟ مش انا قلت لك ان الكومبوننت ده بيقول ان هم 4 كونكتد كومبوننت وبيتماينص امتى؟ لما بنعمل عمليه جوين. اقول لك اه طب امتى بنعمل جوين؟ اهي جوين. يبقى انا عايز اقول له بعد ريتيرن 0 دي لو انت خلاص لقيت ان انت هتكونكت، لو سمحت ماينص الكومبوننت. يعني بدل ما انت كان عندك كومبوننت انا كنت كاتب الايه الكلمه صح. طيب مينلي لو انا عايز اقول له لو سمحت ان انت عندك ماشي كومبوننت. اوكي. طيب فانا مين اللي عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له لو سمحت لو انت حسيت ان انت هتعمل جوين لتو نودز، مع بعض، فلو سمحت ماينص لي الكاونتر بتاع الكومبوننت ده. طبعا ماينصه ليه؟ والله احنا محتاجين نماينصه علشان انا كده نجحت ان انا كونكت ايدج بايدج، او انا بدل ما ممكن 4 بقوا 3 بس، في 2 بقوا يكلموا بعض دلوقتي، فاعمل له ماينس ماينس. تقول لي اه يعني هو عشان كان نكت 2 ببعض فنجح فنعمل ماينس ماينس؟ اقول لك يس. تقول لي ماشي يا كوتش، كده انا ايه فهمت التكنيك ده في ايه فيديو على السريع كده على اللذيذ. طيب ما تنساش حبيب قلبي الاستراكت بيبقى في اخرها ايه سيمي كولون لو انت ايه ناسي عشان تقدر تعرف. ممكن هنا برضو تدي له اليا سباب، بس خلينا ايه نعرفهم تحت عشان احنا هنحتاج قيمه الان عشان نبصيها للايه للكونستراكتور اللي احنا عاملينه ده. طب مين الكونستراكتور ده بيحصل فيه ايه؟ الكونستراكتور ده لو انت ما تعرفش ده بيتنادي اوتوماتيك وانس ان انت تنادي الاستراكت، بيعمل قيمه انيشيالي للكومبوننت يحطها بان، بيكريت البيرنت ده بسايز ان زائد 1، وينادي الايوطه دي اللي هي عيوطه بالنسبه لك بيحط فيها قيم من 0 لحد ان. تقول لي ماشي. دلوقتي نرجع بقى نطبق حل المساله. اقول لك يس دلوقتي احنا كده جاهزين نحل المساله، بس احنا كان عندنا داتا ستراكشر كده وكان لازم ايه نعرف هي شغاله ازاي عشان نعرف ايه ناكواير التكنيك بتاعنا. تقول لي ماشي يا كوتش، نعملها ازاي دي بقى؟ نادي يونيون، عاملها كانها فانكشن بالنسبه لك، او عاملها كانها انتجر فلوت او سترينج، اي كلاس كان معامله اي كلاس عادي هتكريت منه اوبجكت تسميه مثلا الياس وتدي له سايز ان. تقول لي ماشي، وهنعمل واحد لبوب؟ اه هنعمل واحد لبوب، ادي واحد لبوب يا سيدي وادي له سايز ان. تقول لي ماشي كده احنا ندهنا وعندنا اتنين ايه اتنين ديسجوين او اتنين داتا ستراكشر بيمشوا على الجراف بتاعنا. طب هنعمل ايه بقى؟ احنا اول حاجه اتفقناها ان احنا عاوزين نمشي على الايدجات اللي هي من التايب بتاعها 3. اقول لك خلاص ماشي ادي 4 وهنعمل مثلا اوتو ايدج مثلا بتلف على الايدجز. تقول لي ماشي، وبعدين تشيك اذا كانت الايدج دي من النوع ايه. الايدج فيها غالبا هي في اول مكان، هو قال لك التايب ده في اول نوع، فهقول له لو ايدج اوف 0 كانت ايكوال التايب 3، هنعمل ايه في الحاله دي؟ والله احنا محتاجين كاونتر عشان نعد بيه بقى، كاونتر بنعد بيه كاونتر ايكوال 0، ده بنعد عدد الايدجات اللي احنا استخدمناها اوفر اول. تقول لي بس هو الراجل عاوز اللي احنا ما استخدمناهوش. اقول لك صح، فاحنا هنعد اللي احنا احتاجناه، وانا معايا كل الايدجات اهي. لو طرحت الايدجات كلها من الايدجات اللي انا استخدمتها هاخد الايدجات اللي انا ايه ما عرفتش استخدمها او اللي انا مش محتاجها، فبالتالي هي دي الاجابه. فانا بدور على ايه دلوقتي؟ انا بدور على الاجابات مين اللي انا محتاجها اللي تلزمني في الكود عشان احل المساله. تقول لي ماشي كنتش اقتنعت. طيب دلوقتي احنا هنعرف اذا كنت محتاجينها ولا لا ازاي؟ اقول لك سهله، مش معاك اليس ومعاك بوب، ودلوقتي الايدج دي فيها ايدجز اللي هي مثلا فيها ايدج 1 مع ايدج 2. تقول لي ماشي هنعمل ايه بقى؟
اقول لك هنشوف. لو اتضح ان اليس او بوب محتاج واحد منهم على الاقل كان محتاج الايدج دي، اجمعها. تقول لي ايه؟ اقول لك بص، لو احنا سينا احنا بنسال على واحد علاقتها بالاربعه، واتضح ان اليس يعرف يروح من واحد لاربعه بس بوب ما يعرفش، ما لهوش في الطريق ده، الطريق ده ما كانش في سكته، فنعمل ايه بقى؟ ناخد الطريق. طب اتضح ان اليس وبوب ما يعرفوش، هناخد الطريق. طب اتضح ان اليس ما بيعرفش بس بوب هو اللي بيعرف، برضه هناخد الطريق. طب لو الاثنين يعرفوا مش هناخد الطريق في الحاله دي، يعني مش الكاونتر ده مش هيشتغل، وهرمي الايدج دي بره اللعبه بتاعتي. تقول لي اه، يعني انت عايز تقول لي بص، لو الكاونتر ده هيزيد في الحاله بتاعت، يعني الكاونتر بيساوي الكاونتر زائد واحد في الحاله بتاعت ان كان بوب محتاج الطريق او اليس محتاج الطريق، صح كده؟ اقول لك يس بالظبط. فهقول له اف كونديشن ان لو اليس از اوبجكت بالنسبه لنا، هتنادي الفانكشن بتاعت مين؟ والله انا كده نادي الفانكشن اللي بتعمل جوين، صح؟ ودي اللي بتريتيرن 0 او 1 وهي دي اللي بتحدد، صح؟ تقول لي صح. فانا هنادي الفانكشن بتاعت اليس، هنادي الفانكشن اسمها جوين، واديها مين الفانكشن دي؟ هديها مين التو ايدجز دول اهو. اقول له ايه؟ انت يا تريتيرن ترو يا تريتيرن فولس، ماشي. والتاني نفس الحكايه، هقول له او الشخص التاني اللي اسمه مين؟ اسمه بوب، هات يا عم بوب دوت. قول له لو سمحت نادي لي فانكشن اسمها جوين، يقول لك حاضر. هتدي له نفس الايدجات 1 و2. طب وبعدين؟ والله لو انت في واحد من دول احتاج البروسيس بتاعتك، اجمعه على الكاونتر. ممكن حتى نجمعه كده اهو، كاونتر بلس اف عشان نشتري دماغنا اهو من غير اف كونديشن. يلا دي بالنسبه لك هتعملك زي كونديشن، لو دي بتريتيرن 1 هياخدها، لو دي بتريتيرن 1 هياخد الايدج في الحاله بتاعتك دي. خلاص تقول لي ماشي كده، انا ايه اقتنعت كده. احنا مش ماشيين على مين كده؟ احنا ماشيين على كل الثلاثات، خلصناهم كلهم. نكمل بقى بقيتهم هنا؟ اقول لك لا، ما تكملش بقيتهم هنا، خلص كل الثلاثات الاول، اضمن ان انت عملت كونكتنج بالايدج الثلاثه دي، عشان الثلاثه دي مين اللي بتفيدك ليه؟ عشان هي بتكونكت الاثنين، ده طريق مفتوح لكلا الشخصين، يعني اليس ده شخص وبوب ده شخص، واللي انت عملته ده والله طريق هما الاثنين متفقين عليه. طب وبعدين؟ ولنفرض ان هما برضو لسه ما بقوش كونكتد كومبوننت، هنعمل لوب كمان اهو، ممكن حتى نكرر دي. هنعمل لوب كمان بتلف على الايدجز، بس ايه مين اللي احنا محتاجين نتشيك؟ يعني ايه محتاجين نتشيك؟ يعني هنقول له لو الايدج دي كان التايب بتاعها مثلا، ولنفرض ان هي النوع واحد، النوع واحد دي كانت بتاعت مين؟ والله النوع واحد في الكيس بتاعتنا بتاعت اليس. اقول له خلاص لو انت الايدج بتاعتك من نوع واحد، وفي نفس الوقت حسيت ان انت محتاج الجوين دي بتاعت اليس، اجمعها على الكاونتر. يعني خلي برضو الكاونتر او هعملها لك بنفس الطريقه، خلي الكاونتر بتاعت اليس دوت جوين مين بقى؟ الايدجات بتاعتك هم نفس الايه؟ التو ايدجز دول هم نفس التو ايدجز اللي انت محتاجهم اللي هم دول. خلاص، فاحنا مين اللي كنا بنعمل ايه؟ بقول له بس لو الايدج بتاعتك اللي انت فيها دي كان اليس محتاجها، جيت تعمل جوين لقيت ان اليس محتاجها، اعمل ايه؟ اعمل جوين للجزء ده. تقول لي ماشي. نفس الكلام مش هنغير كتير، نفس الكلام بالنسبه لايه؟ لعمو بوب. خلاص، عمو بوب كان هنا الايدج بتاعته 2، فالكاونتر بتاعت عمو بوب بلس دوت جوين نادي الايه؟ الواحد والاثنين. تقول لي بس كده خلصنا؟ اقول لك اه. طيب هنريترن ايه بقى؟ اقول لك بص، احنا لازم قبل ما نخلص نتشيك ايه؟ نتشيك الكومبوننت ده، لازم نتاكد ان هو واحد. لو السايز بتاعه غير واحد يبقى رجع سالب واحد واشتري دماغك. تقول لي اه، عشان احنا قلنا ان هو كونكتد كومبوننت فهو يقدر يتحرك من اي نود لاي نود، صح؟ برافو عليك. فاقول له اف ان اليس هات لي بقى ايه؟ هات لي كومبوننت اللي عنده دي. طب الكومبوننت اللي عنده دي لو هي ما كانتش بتساوي واحد، او ان عند عمه التاني اللي هو مين؟ عمو بوب، ماله؟ لو بوب دي ناديت الفانكشن اسمها كومبوننت وما كانتش بتساوي برضو واحد، نوت ايكوال واحد، ساعتها في الحاله دي تعمل ايه؟ والله في الحاله دي ريتيرن نيجاتيف 1 وانا مطمن. ليه ريتيرن نيجاتيف 1 يا عم؟ عشان واضح ان كده عمو اليس مش جراف واحد، هو اكتر من جراف، او واضح ان عمو بوب مش جراف واحد برضه، هو كده ايه بالنسبه لنا اكتر من جراف. فبالتالي اقول له لا لو سمحت، لو في حاله زي كده حصلت لو سمحت ايه؟ ريتيرن نيجاتيف 1. طب غير كده يا كوتش، ونفرض ان الجماعه دول خلاص ده كان القيمه بتاعته واحد وده كانت القيمه بتاعته واحد، ساعتها هنعمل ايه بقى؟ والله في الحاله دي هروح اريتيرن الفاليو بتاعتي اللي هي ايه؟ الفاليو بتاعتي دي والله الفاليو بتاعتي دي بتقول لك ان انت هات لي عدد الايدجز كلها، هات لي الايدجز دوت سايز. مالها بقى الايدجز دوت سايز دي؟ اطرحها من عدد الايدجز اللي انت خدتها. انا والله عشان اكونكت، عشان انجح في البروسيس دي كلها، انا مين اللي عملت كونكتنج لحبه ايدجات هنا
وحبه ايدجات هنا وحبه ايدجات هنا، ودول الايدجات المينيمم اللي انا محتاجهم عشان اكمل الجراف. خلاص كده. فخلينا كده نرن الكود بتاعنا. خلينا نعمل سبميت. تلاقي قال لك accepted وعديت 38% من الحلول، ومبروك علينا البادج بتاع النهارده. فشكرا والسلام عليكم.